بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة هذا اليوم الاستغفار، ونحن في شهر الاستغفار. فكيف يكون الاستغفار؟ وماذا يحقق لنا الاستغفار من مكاسب في الدنيا قبل الآخرة؟ لماذا أهمية الاستغفار عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن الاستغفار؟ ثم لماذا الله نيته بالمغفرة تسبق نية العبد بالاستغفار؟ الاستغفار هو سيد العبادة، له وقته المفضل، فأفضل الأوقات للاستغفار ما كان في وقت السحر. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، آل عمران الآية 17. الآية الأخرى: وبالأسحار هم يستغفرون، بسورة الذاريات الآية 18. وبالاستغفار يحل الإنسان مشاكله في هذه الحياة الدنيا، لأن للاستغفار خواصا هامة جدا. هذه هي نتائج الاستغفار. أولا، لا يتعذب الإنسان في حياته أبدا، لا جسميا ولا نفسيا، لقوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بسورة الأنفال الآية 33. نلاحظ جاءت بالصيغة الاسمية كلمة معذب للدلالة على الشمولية، وما كان الله معذبهم، فالاستغفار ينجي من كل أنواع العذاب الجسمي والفكري والاجتماعي. ثانيا، بالاستغفار تنفتح كل أبواب الخير على الإنسان وتنفتح كل البركات، لقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، على لسان نوح عليه السلام، وبسورة نوح الآية 10. فماذا يريد الإنسان في دنياه أكثر من ذلك؟ ثالثا، الاستغفار يزيد الإنسان والمجتمع قوة ذاتية. يقول أحد الرسل الكرام: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، مثل ما ورد على لسان هود وبسورة هود الآية 52. رابعا، يكفل الاستغفار للإنسان الحياة السعيدة الممتعة. تقول الآية الكريمة: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، بسورة هود الآية 3. لذلك فالاستغفار يبقي أجل الإنسان إلى الأجل المسمى الذي كتبه الله له، وينجيه من الأجل المقضى أو الموت عن طريق الحوادث. لذلك ونحن في شهر الاستغفار علينا الإكثار من الاستغفار، لكن شرط أن تقوم الأمة كاملة بالاستغفار بوقت السحر، عند ذلك سيعم الخير وتعم البركات، ونحن في شهر البركات. ونتائج الاستغفار هذه مضمونة بإذن الله وفضله وكرمه. يقول تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، بسورة النساء الآية 110. خاصة للأوابين الراجعون إلى الله بسرعة. قال تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا، بسورة الإسراء الآية 25. قال أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله بسورة آل عمران الآية 135. ما عدا الشرك بالله فإنه لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به بسورة النساء الآية 48. فإن الله بكرمه يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، لقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا بسورة الزمر الآية 53. لكن لماذا لا يغفر الشرك؟ لأن الشرك ليس ذنبا ولكنه ظلم عظيم، لقوله تعالى على لسان لقمان: إن الشرك لظلم عظيم بسورة لقمان الآية 13. فما علينا إلا الإسراع بطلب المغفرة، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بسورة آل عمران الآية 133، خاصة وقد اقترب العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل المبارك، فجميعنا لسنا معصومين عن الخطأ، وقد خلطنا عملا صالحا بآخر سيئا، والله بكرمه قد وعدنا بالمغفرة، لقوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وهذا جاء بصورة التوبة الآية 102. وعسى هنا توكيدية وليست احتمالية، لأنها من الخالق تعالى. إذن كلنا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لذلك علينا أن نستغفر بهذا الشهر لأنه شهر الاستغفار، وأن نعود إلى الله بكل صفاء وبكل شفافية، لأن الخوف من الله الهرب إليه، أما الخوف من الإنسان فالهرب منه. فالاستغفار ونحن في شهر الاستغفار. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نتابع بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. الحديث الشريف عن الاستغفار عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الرحيم. رواه البخاري في باب الصلاة. لكن قضية هامة في الاستغفار هي الاستغفار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الاستغفار عند الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أم بعد انتقاله للسماء، هذا الاستغفار له خصوصية خاصة وله أهمية بالغة، لقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما بسورة النساء
الآية 64. إذن جاءوك، وهذا يبين الأهمية البالغة لزيارته صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بسورة الأنفال 33. وبعد اللطف يأتي القهر، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، بسورة الأنعام الآية 18. فتأتي بعدها المعيشة الضنك، فإن له معيشة ضنكا، بسورة طه الآية 124. أما غفران الله، إن نية الله بالغفران أسرع من نية الإنسان بالتوبة، فما من أحد نوى التوبة إلا سبقه الله بنية الغفران، وأرضى إلى الله أن يغفر من أن يعاقب، لأن الله سبحانه ليس له أي غاية أو هدف بعذاب الناس، لقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، بسورة النساء الآية 147. لذلك فإن جهنم أشبه ما تكون بسلة مهملات ضيقة ومغلقة في الكون، وسيجمع فيها كل شيء خبيث ليعم السلام كل الوجود في جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك نلاحظ قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، في سورة الأنفال الآية 37. فجهنم إذن محرقة نفايات لكل ما هو فاسد في الكون. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. ويقول الشاعر: كل من ألقاه يشكو دهره، كل من ألقاه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. لذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، في سورة الإسراء الآية 111. لذلك نختم ما ذكرنا به سورة غافر الآية 65: ادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهي آخر دعوانا. وصلى الله وسلم على من كان الاستغفار عنده ينجي من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم